أدرك تمامًا اللي الناس شايفاه من بعض الممارسات من بعض الإخوة السودانيين في مصر، نعم. وإحنا لا ننكر ده أبدًا. إحنا مش عُمي، يعني أنا بافهم زي ما حضرتك بتفهم ده حقيقي. بالمناسبة. هل من حقنا إن إحنا نهاجم الإخوة السودانيين لأنهم هم كانوا في صف إثيوبيا من اللحظة الأولى؟ تخيل لو رضا عبد السلام النهارده قُلت لابد من طرد هؤلاء اللاجئين السودانيين السود الأفارقة من مصر. هل الحكومات اللي جت بعد ثورة يناير هي السبب في بناء سد النهضة؟ القضية إن أنت مش هتقدر تمنع دولة إنها تقيم سد، بس القضية اشرب وأنا أشرب. دكتور، حضرتك مع ترحيل اللاجئين بالتحديد السودانيين من مصر، والّا بتقول عليهم إن دول أهلنا ومن حقنا إن إحنا نقف جنبيهم؟ أولًا اسمح لي أختلف في كلمة اللاجئين. نعم. ما فيش حد بييجي مصر اسمه لاجئ، أنا عارف إن طبعًا الكلام ده قد يختلف مع البعض فيه، نعم. وخاصة عندما تتحدث عن إخواتنا السودانيين. نعم. الموضوع أكبر مما يتصوره البعض. أولًا خطأ فادح إن أنا أطلق على إخواتنا السودانيين لاجئين، نعم. لأن إحنا طول عمرنا مصر والسودان بلد واحدة، تاريخ واحد، عمق واحد، الموضوع استراتيجي وكل كلمة والممارسات اللي بيمارسها البعض بتستغل من الطرف الآخر، بيستغلها لجان إسرائيلية صهيونية، ده حقيقي. بيستغلها الإثيوبيين، عشان كده ظهر مصطلح إثيوبيا أخت بلادي. نعم. بيتاجروا يقول لك أنتوا بتتكلموا على المصريين مين اللي إخواتكم؟ شايفين بيعملوا معاكم إزاي؟ أدرك تمامًا اللي الناس شايفاه من بعض الممارسات من بعض الإخوة السودانيين في مصر، نعم. وإحنا لا ننكر ده أبدًا. إحنا مش عُمي، يعني أنا بافهم زي ما حضرتك بتفهم ده حقيقي. بالمناسبة، ومدرك اللي أنت شايفه، لكن التعامل مع قضية في منتهى الحساسية بهذا الشكل محتاجة تعامل غير تمامًا. نعم. أولًا مصر طول عمرها بتحتضن الجميع على مدار تاريخ، إحنا مش هننسلخ من تاريخ مصر، نعم. ده تاريخ مصر. واجهنا صعوبات كثيرة جدًا، إخواتنا السودانيين التعامل مع الأزمة له حلول غير تمامًا، بعيدًا عن الأصوات العالية، بعيدًا عن الاتهامات، بعيدًا عن إشعال الحرائق، لأن هناك من يبحث. تخيل لو رضا عبد السلام النهارده قُلت لابد من طرد هؤلاء اللاجئين السودانيين السود الأفارقة من مصر، نعم. زي ما البعض بيطلع يتكلم كلام كتير. ويبقى يؤخذ علينا، دلوقتي. وأنت النهارده في أزمة كبرى نعم. بييجوا يتاجروا بيه. أنا مش باقول الكلام ده خوف ولا ضعف على فكرة، نعم. أنا عندي رؤية وعندي أفق كبير جدًا لعلاقاتنا المصرية السودانية اللي لازم تكون، نعم. يعني لازم تكون في علاقات مصرية سودانية حقيقية ينعم بخيرها أهل مصر وأهل السودان. الطريق الأصلح اللي نقنن بيه أوضاع الإخوة السودانيين هنا في مصر. أنا هاقول لحضرتك، أفتكر كان الرئيس السادات بيقول إنه ميري هو رئيس إقليم الجنوب وأنا رئيس إقليم الشمال. ده حقيقي. إحنا إقليمين، ده حقيقي. إقليمين في بلد واحد. بلد واحد. ده اللي لازم يحصل، ده اللي لازم نشتغل عليه، مش نتكلم على طرد وما طرد. أنا مدرك أزماتنا الاقتصادية كلنا عايشينها، البعض متخيل عشان لابس بدلة، لأ أنا عايش اللي أنت عايشه بالمناسبة، ده حقيقي. لكن هي القضية لازم يكون عندك أفق. الأثيوبي قاعد بيشتغل إزاي هناك، واليهود اللي راحوا لعبوا في أثيوبيا من بعد حادث أديس أبابا سنة 95 إحنا شلنا رجلينا من أفريقيا تمامًا، وده كان مقصود إن إحنا نطلق أفريقيا، وطلقنا أفريقيا فطلقتنا أفريقيا. ده حقيقي. ولهذا شايف أثيوبيا بتتشبث بمين؟ نيجي نقول المجلس الأمن والأمم المتحدة يقول لك لا إحنا عايزين الاتحاد الأفريقي، لأن أغلب الدول الأفريقية مع أثيوبيا بسبب إن إحنا بعدنا عن أفريقيا ثقافيًا وتعليميًا. كان عندنا جامعة في الخرطوم يا بيه، نعم. وكان جامعة القاهرة في الخرطوم، نعم. وأساتذتنا الدكتور شافعي بشير هنا من حور المنصورة كان بيدرس في جامعة الخرطوم، نعم. فكان في روابط ثقافية ودينية وتعليمية وكل شيء مع الإخوة في أفريقيا. ده اللي محتاج نشتغل عليه. رئيس جمال عبد الناصر أول تكليف ليه في الجيش المصري بعد ما خلص الكلية الحربية كان في السودان. مثلًا يا باشا في الرئيس محمد نجيب نعم. أصوله منين؟ السوداني. يا باشا إحنا واحد، درس واتربى. يا باشا إحنا واحد، هذه الحقيقة اللي لازم نأكد عليها، لكن نبقى نظرتنا تحت رجلينا دي كارثة كبرى. نعم. إحنا النيل ده هو منبتنا كلنا، اللي هنشرب ونعيش عليه خلال الفترة القادمة، اللي هنستفيد بيه كلنا، مش عشان أنا أستغل السودان أو السودان تستغلني. الحقيقة المؤكدة إن إحنا واحد، واللي لازم نشتغل عليه إزاي نعزز الوحدة مش الفرقة. موضوع المشاكل مع الإخوة السودانيين والسؤال حضرتك ونتعامل معاهم إزاي؟ القانون اللي بيسري على سامح يسري على رضا، ده حقيقي. يسري على الجميع، اللي أخطأ يحاسب، لكن ما نطلعش بأصوات وقصر نظر ونخبط في إخواتنا. ده حقيقي. لأ، عدوك مستني لك الغلطة دلوقتي، ده حقيقي. عدوك مستني أي فيديو لمدة دقيقة يقول شايف المصريين. وطبعًا في كتير من الإخوة في السودان اللي جواهم انتماءات، وفي اللي مدفوع له في كل مكان هنا وهناك. نعم. إحنا ما ننكرش ده السيء في كل مكان. الرسالة اللي وصلت لحضرتك من الأخ السوداني خطيرة. خطيرة جدا. خطيرة يا بيه. أنت بص، بتؤكد لك إن الشعب ده شعب رائع وشعب عظيم ومحب لمصر،
زي كل الاسوياء في العالم بيعشقوا مصر. نعم مين اللي ما يحبش مصر اصلا؟ نعم لكن دور بقى على اللي اشتغل على ضعفاء الفكر وضعفاء النفوس واللي بيتم شرائهم واللوبي اللي شغال هو بيدير العالم غير اللوبي يا بيه. ده حقيقي، بس ده حقيقي. حابب اخد اكتر نقطة لفت نظر حضرتك في الرسالة اللي وصلت حضرتك من الاخ السوداني. الحب الجارف لمصر. دي بص، وانا شفت الكلام ده في كل مكان. في ناس جواها كره لسلوكياتنا، نعم لسلبياتنا. احنا في مراحل معينه كنا نجيب في فيلم مثلا واحد كذا، ما هو البعض بيشتغل على كده، انتوا بالنسبه لهم مجرد ايه؟ نعم. انتوا يا سودانيين في الافلام، شوف بيجيبوه في الافلام ازاي، زي النوبيين والسودانيين الكلام ده كله. احنا اخطانا اخطاء فادحه من البعض، ما اقدرش. المصري اي انسان سوي يعرف ان المصري بابه مفتوح للكل، بدليل اهو نعم. عندنا يجي 15 مليون عربي على ارض مصر. ده حقيقي. مين الدوله اللي شالت ناس هربوا من بلادهم مش للشغل؟ احنا مش الخليج، جايين هربانين الامان، ادخلوا مصر ان شاء الله امنين، رغم ان احنا لسنا اغنى دوله. لا، احنا علشان هي دي روحنا. نعم. اي واحد بيجي مصر مش علشان انا مصر، بيحس ان دي بلده. فانا ما سيبش فرصه لاي حد يغير من هويه الانسان المصري. هويه الانسان المصري دايما مضيافه. احنا شايلين ومتحملين لاسباب كثيره جدا وكلنا هنتكلم فيها دلوقتي. مع كامل احترامنا للحملات اللي بيشنها البعض على السوشيال ميديا دلوقتي بترحيل الاخوه اللاجئين من مصر او الاخوه السودانيين من مصر، هم بيقولوا رقم واحد ان الموقف بتاعهم كان سلبي في قضيه سد النهضه من البدايه. مصر كانت بتطالب بسنوات ملء السد توصل ل10 سنوات، وهم تبنوا الموقف الاثيوبي ان هي يتم ملء السد في سنه او سنتين. لما نطرح القضيه دي، هل من حقنا ان احنا نهاجم الاخوه السودانيين لانهم هم كانوا في صف اثيوبيا من اللحظه الاولى؟ انا هسال حضرتك سؤال، هو المواطن من امتى كان له راي في العالم العربي؟ من امتى كان المواطن له راي؟ للاسف. من الشرق الى الغرب، من المحيط الى الخليج. مال المواطن السوداني ومال السياسه والساسه؟ الساسه تحركهم المصالح. حقيقي. انت اللي بيحصل في السودان ده علاقته ايه بالمواطن السوداني؟ لو سالت مواطن سوداني هيقول لك انا عايز اعيش في نعيم، يكشي يولعوا كلهم. دول كلهم يتقاذفوا على السلطه، دول بغاة سلطه، سواء ده او ده. حلم الشعب السوداني لما قام بثوره على البشير انه يقيم دوله ديمقراطيه. ايه اللي حصل؟ الاكل تداعوا، هذا يحركه ذاك وهذا يحركه ذاك، ده وراه ما اعرفش دوله كذا وده وراه دوله كذا، من اجل مصالحهم. فاذا ما تربطش قرارات الساسه فيما يخص سد النهضه بالمواطن السوداني. نعم. لا، المواطن السوداني غير يا عزيزي. نعم. لما نرجع بالتاريخ لسنه 2012 بعد قيام ثوره يناير، في وفد مصري طلع من مصر لاثيوبيا علشان يناقش موضوع سد النهضه. كان على راس الوفد ده مجموعه كبيره جدا من المثقفين والوطنيين في مصر، زي الدكتور ابو الغار مثلا، اللي نقل لنا قصه استوقفتني في الحقيقه. لما قال انا لما رحت هناك لقيت معظمهم هناك بيشتموا في الرئيس السابق حسني مبارك وعمر البشير وعمر سليمان عفوا. فلما سالت ليه بتشتموا، ليه متضايقين منهم، قالوا لانه هو كان ضد بناء سد النهضه. هل الحكومات اللي جت بعد ثوره يناير هي السبب في بناء سد النهضه؟